تكره العاصي؟ لا، أكره المعصية وأحب للعاصي الهداية وأحرص عليه وأخاف على آخرته. على سيرة الخير والهداية، أنا بعرف إنه في كتير ناس أسلمت على يدك. بحب أسمع عن أكثر قصة تائب أثرت فيك. والله يعني وأما بنعمة ربك فحدث. أسلم معنا شاب سائح اجى الأردن للسياحة، إسباني اسمه ماريو. كان واقف على باب الجامع بصور. المسجد عندنا كثير حلو وهيك ديكوريشن مرتب ويعني نظام أندلسي، فحب يصور فيه وهو متفاجئ من المنظر. فاجيت عنده أنا، كيف حالك شو أخبارك، وأعطيته شوكولاتة غالية مش مشيلن يعني شوكولاتة محترمة. فبقول لي ممكن أفوت على الجامع أخذ صور جوا؟ قلت تفضل. فدخلته على الجامع، شلحته من رجليه ودخل جوا يصور. فالناس اللي في الجامع بتعرف في حزب المعارضة دول السبعة اللي على جنب الختيارية اللي في الدار مش مسموح له يحكي وبيجلي بمي باردة، بيجي على الجامع بده يمارس رجولته. فشافوا حامل كاميرا، هذا كافر طلعوه برا، لا يجوز، حرام شرعا يفوت. صاروا ينطقوا يعني أقوال العلماء. فأنا رحت عليهم، تعرف أنا اللي بخطب في الجامع وأنا الإمام. قلت لهم السلام عليكم، مين الشيخ، أنا ولا أنتم؟ قال ما بصير كافر. قلت عني مين الشيخ؟ قال أنت. قلت بصير. كان الأسير يربط في سارية المسجد، خلاص إجا الدليل الجميع يسكت أمام الدليل. سكتوا. فهو بيسألني بيقول لي ليش هيك وقفوا وصاروا يصيحوا؟ شو بدي أقول له؟ بدهم يضروك؟ قلت له إحنا عندنا عادة العرب إنه من عانق اللي بيجي على المسجد، وهاي عندكم العادات مش موجودة، فأنا منعتهم إنهم يعانقوك. هاي اللي هي الكذب البيضة بسموها. هنا اتكلمت معاه 10 دقائق قبل الصلاة أنا والشباب، وقيمة الصلاة. قلت له بدنا نقوم نصلي، استنانا هون. قعدته على كرسي. لما وقفت الصلاة وقف جنبي مع اني انا قعدت ورا. فوقف جنبه واحد تاني من الشباب اللي معنا. صلينا. كان يتحرك، طبعا ما عنده كنترول على نفسه، بيطلع علينا واحنا بنصلي، بيطلع على تمي، بيطلع على حركاتي، بيعمل مثلي. لكن لما سجدنا على الارض انا سمعته بيحكي وبتنهد، هو جنبي وبيحكي. فلما خلصنا من الصلاة سألته، بقول له شو حسيت؟ قال لي ما بعرف، اشي حلو. قلت له لما سجدت على الارض شعرت بشي غريب؟ قال لي قلت له شو؟ عمل لي هيك سكينة. هو قال هيك الحركة يعني بودي لانجوج. قلت له سمعتك بتحكي، شو حكيت؟ قال لي ما بعرف، حسيت اني هذا المكان اللي انا فيه لازم اشكر. قال فصرت اشكر. قلت له ايش شكرت؟ قال شكرت الله اني انا مش اعمى. قلت سبحان الله، انا بقول كرييتور الخالق. قلت سبحان الله. انا في هاي القصة كان عمري يمكن 30 سنة، هاي قبل بجوز 13 سنة، بس انا ما شكرت الله على البصر ولا مرة. وانا الشيخ الذي اعتري منابر. ايش السر اللي في الصلاة الذي دفعه ان يشعر بانه في مكان لابد ان يشكر فيه؟ بفضل الله أنا كنت مجهز حالي أحكي معاه بالحجة والدليل والبرهان وأثبت له الإعجاز العلمي، وأنا مستعد أقعد مع أي واحد في العالم منصف، وب10 دقائق أقلبه لله الحمد، لأنه عندنا النقل والعقل. فمجهز حالي أخاطبه أنا وأناقشه. بيقول لي اسمع I want to be like you. فأنا بقول له يعني like me إيش يعني؟ ناصح وكذا، بمزح. قال لي لا بدي أصير مسلم. قلت له ليه؟ ايش اللي دفعك؟ قال لي الشعور اللي شعرت فيه وانا معاكم بصلي، لفيت العالم وانا ادور عليه ما لقيته. قلت له شو هو؟ قال لي ما بعرف اسميه، بس اشي له دخل جوا كثير مرتاح. ولقنا الشهادتين بفضل الله، وسميته حسن، وراح على بلاده. وسبحان الله العظيم صار كل فترة يتواصل معنا، الو اسلمت امي، الو اسلم اخوي، الو اسلم صديقي، وأصبح داعيا إلى الله في بلاده ولله الحمد. نيالك قد ايه حلو الشعور. الله أكبر الله أكبر. ويعني بعد وفاة أمي الله يرحمها رحمة واسعة، وهبت لها إسلام 3. أسلم معي أكثر من حدا، كل ما واحد يسلم من هدول يعني أسلم معي رقم يعني، لكن 3 منهم قلت يا ربي أهب أجرهم بأمي. هذا يمكن من أعظم ما قدمت لأمي رحمها الله. الله يتقبل. آمين. يعني يا لك ويا نيالها. آمين. الله يرحمه رحمة واسعة.